النهاردة في الفيديو ده هنتعلم أسرار الكروشيه علشان تبقي محترفة، وفي تريكات كده بتفرق معانا في الشغل وشكل الشغل معانا. تعالوا نبدأ ونشوف أول حاجة تعمليها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة هنعمل الدايرة السحرية. كتير مننا بيتضايق من طريقة الدايرة السحرية ومبتطلعش معاه مظبوطة. تعالوا بقى أقولكوا على طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتنفع معاكي لو انت لسه مبتدئة. اول حاجه هنبدا نمسك الخيط بالشكل ده. شايفين الخيط القصير معايا في الايد اليمين، والخيط الطويل اللي جاي من البقره في في ايدي الشمال. تمام، الخيط بيبقى معايا بالشكل ده. هبدا اربطه عادي. بصوا، بربط بطريقه عاديه جدا وكانك بتربطي الخيط. ربطنا الخيط بالشكل ده. شايفين اهي بدات عملت معايا دايره اهي. شايفين الدايره؟ لسه ما خلصتش. هبدأ اعمل ايه؟ الدايرة بدأت معايا. الخيط اللي هو القصير كان في اليمين جه في الشمال، لا هرجعه مكانه يرجع تاني في اليمين بالشكل ده. فقلبت الشغل بتاعي بس. وهي دي خلاص كده الدايرة السحرية معايا. وهبدأ بقى اشتغل داخل الدايرة دي. تعالوا نعيدها مرة كمان. أول حاجة بيبقى بربط الخيط كده بالشكل ده. بقى هعملها لكم سريعا. بنربطه بالشكل ده بيتكون معانا الدايرة دي. الخيط القصير جه معايا الناحية دي والخيط الطويل جه معايا، لا هقلب كده وارجعهم مكانهم زي ما كانوا بالشكل ده. تمام، هبدأ بقى أدخل الإبرة جوه الدايرة دي وأسحب الخيط، ويبقى كده خلاص أنا خلصت الدايرة السحرية بتاعتي. شايفين السهولة؟ بس كده. فسهلة جدا وبسيطة. تبدأي بقى تشتغلي عادي جدا الدايرة أو الباترون بتاعك. تمام، بترتفعي 3 سلاسل وبنشتغل طبعا داخل الدايرة دي بقى مجموعة من العواميد. فسهلة جدا وبسيطة. أنا هشتغل مجموعة من العواميد وهوريكم إزاي بتتقفل بطريقة سهلة. وهنا انا بشتغل عواميد بلفة داخل الدايرة سريعا علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. وبعد كده هوريكم بقى ازاي الدايرة السحرية بتتقفل. كده انا خلصت العواميد. بصوا، بمجرد ما بتشدوا الخيط الدايرة بتتقفل معايا بالشكل ده. ودي اسهل طريقة للدايرة السحرية تقدري تعمليها. حتى لو انت لسه مبتدئة هتعمليها بسهولة وباحترافية. وخلاص بقى هتقفلي بقى كده اول سطر معاكي انت اشتغلتيه بالدايرة السحرية بطريقة سهلة. ودي اول تركاية معايا. تعالوا نشوف التركاية التانية هتبقى ايه. كتير مننا بيعمل كده السطر لو رايح جاي بغرزة العمود بلفة، فبيطلع معانا كده بطريقة فيها تزايد او بتطلع مش متساوية من الجنبين. تعالوا بقى نشوف لو انت بتعملي عمود بلفة رايح جاي يبقى مظبوط معاكي ازاي، وتبقى الطريقة سهلة جدا ان هي تبقى من الجناب مظبوطة وستريت كده، تبقى مستقيمة. تعالوا نشوف. انا الاول بعمل كده السلاسل البداية وهبدأ اشتغل في السلاسل دي عواميد بلفة. هنا بشتغل عواميد بلفة علشان وقت الفيديو، واول سطر ده بيبقى سهل معانا عادي بنشتغل عواميد بلفة. وهنا بدأت خلاص اول سطر. تاني سطر بقى هنشتغله ازاي؟ اول حاجة احنا بنرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود. لا انا هرتفع سلسلتين بس علشان تبقى مستقيمة معايا. وشايفين بقى السلسلة اللي طالعة منها السلسلتين دول مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي جنبها على طول. مش هشتغل هنا، هشتغل هنا. ودي اول تركاية ان انتي ترتفعي سلسلتين مش 3 سلاسل علشان يبقى شكل الشغل مستقيم من الجناب ويبقى شكله كمان كويس. هشتغل هنا العواميد بلفة لحد اخر السطر ونشوف هنعمل ايه. وهنا خلصت السطر التاني. هشتغل سلسلتين والف الشغل. وزي ما اتفقنا احنا ما بنشتغلش في السلسلة اللي طالع منها السلسلتين، بشتغل في السلسلة اللي جنبها عمود بلفة عادي. وده هيظبط معاكي الشغل لو ابتدأتي او ابتديتي ان انتي تشتغلي بنفس التركاية دي. في كل سطر هيقابلك تشتغلي سلسلتين مش 3 سلاسل، وتدخلي في السلسلة اللي جنب السلسلة اللي طالع منها السلسلتين، وهيطلع معاكي الشغل مظبوط. وناخد بالنا واحنا بنقفل كده السطر في الاخر. شايفين السلسلتين اللي احنا عملناهم ما نسيبهمش، لا هنعمل في السلسلة الاولانية كده غرزة عمود بلفة، وتاخدي بالك من الحتة دي. تمام، عشان تطلع مظبوطة بالشكل ده. شايفين بقى طلعت مظبوطة ازاي؟ لما تكملي هتطلع مظبوطة اكتر. تعالوا نشوف تركاية تانية. وهنا واحنا بنشتغل غرز حشو مش غرز عمود بلفة رايح جاي. فلو انت هتشتغلي غرز حشو المفروض ان احنا بنرتفع سلسلة وبنلف الشغل. لا مش هنعمل كده. هنعمل ايه بقى؟ هنلف الشغل من غير ما نرتفع سلسلة، وهنبدأ بس نرتفع كده بالخيط
شوية صغيّرين، شايفين السلسلة بقى اللي طالع منها الخيط ده هي اللي هاشتغل فيها غرزة الحشو في نفس الخيط اللي طالع منها السلسلة، وأبدأ أشتغل غرز الحشو عادي جدًا في كل غرزة هتقابلني هاشتغل غرزة حشو لحد ما أوصل لنهاية السطر. فهنا التركاية إن إحنا ما بنرتفعش سلسلة في أول السطر عشان نبدأ سطر جديد، لأ إحنا هنرتفع بس كده بالخيط سِنّة صغيّرة، وهاعملها لكم دلوقتي أهو تاني علشان تشوفوها. المفروض إن أنا بارتفع سلسلة هنا لأ، بُصّوا باطلع كده شوية بالخيط وباجي آخد بالي الخيط اللي طالع السلسلة بقى هي دي اللي هادخل منها أعمل غرزة حشو وأكمّل الشغل عادي جدًا في كل سطر هيقابلني هتعملي التركاية دي، هيطلع معاكِ الشغل مضبوط وهتطلع معاكِ كمان القطعة اللي أنتِ بتستخدميها أو القطعة اللي أنتِ بتشتغليها هتطلع مستقيمة من الجنبين، وعايزاكم تجربوا التريكات دي وتقولوا لي، وعايزاكم كمان تقولوا لي لو حد يعرف التريكات دي والّا لأ، واللي لسه عارفها حالًا من الفيديو ده يكتب لي برضه في الكومنتات تحت، وكمان إن شاء الله لو عجبكم الفيديو ده أنا عملته كده صغير علشان لو عجبكم نعمل تريكات كتير ونقول حاجات كتير كده مع بعض، وفي حاجات حلوة أوي، أوي، أوي هتفرق معاكم في الشغل، فقولوا لي في الكومنتات تحت. وعايزاكم كمان تقولوا لي أفكار لفيديوهات جاية إن شاء الله الشتا جاي، وفي بقى هيبقى كوفيات الفيديو ده هيبقى مهم جدًا في الغرز اللي هي بتاعة الكوفيات، لإن إحنا بنشتغل الكوفية بتبقى كده بخطين مستقيمين، فالفيديو ده هيفرق معاكم جدًا، ويا ريت تكتبوا لي بقى أفكار وغرز جديدة إن شاء الله هاعملها لكم في الفيديو الجاي، ولو عجبكم الفيديو ده ننزّل كده part 2 للفيديو زي ده بالضبط، يعني كده يبقى في تريكات كده للكروشيه ونتكلم مع بعض في الكروشيه. وعايزة أقول لكم كمان لو أنتِ لسه بتشوفيني وأول مرّة بتشوفيني يا ريت تعملي subscribe وكمان تعملي لي comment أنتِ لسه جديدة في القناة وتقولي لي من أي بلد بتتابعوني، وشكرًا ليكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.